طيب اول شيء ارحب فيك. شكرا ونورتنا. شكرا حبيبي، انت صديقي. انت صديقي والله العظيم. طيب لازم انا ابغى اقول حاجه في البدايه قبل اي شيء. ترى يا شباب احيانا صعب ان احنا نفهم بعض. يعني هو يقول كلمات انا ما اعرف ايش معناتها، قاعد اتعلم، وانا اقول بعض الكلمات هو ما يعرف ايش معناتها، قاعدين نتعلم. يعني زي ايش اسم لا ايش اسم اللي فوق في النهار تطلع؟ هذا سؤال صعب هذا. اللي فوق النهر الشمس. ايش اسمها؟ الشمس. الشمس. لا احنا في المغرب كنطقوا هكا، غير انا نطقش هكا. انت تقول انتوا في المغرب تقولون شمس ولا شمش؟ الاولى شمس. لا انت ايش تقول طيب؟ بقول لها الشمس. لا ما بعرف. هذه بالضبط مش زعما ماشي حنت لساني. ما يقدر ينطق لا. السين. لا ها اعطيني كلمه يلا قول سروال. احنا كنقولوا ليه السروال. سروال. انت تقول السين. السروال هذا ايش اسمه؟ سروال ساديو ماني. هذا ساديو ماني؟ لا كنعطيك زعما الامثله. امثله اي. النصر بالصاد. اوكي طيب ليش الشمس تقول شمش؟ هي ما عرفتهاش. طيب عندي شي حاجه مع الشمس. انا سعيد انك معاي اليوم. لا والله لا انا اللي فرحان. واسمع انا والله ابغى اجي المغرب ترى. والله بكره انا غادي غدا. هو بيمشي بكره ترى الياس. مع الوحده ديال النهار. ايش يعني مع الوحده؟ في الساعه الواحده. اي الساعه واحدة. بس ان شاء الله والله يا جماعه اتكلم صادق، والله ودي اروح المغرب الصدق. اجي لو حبيت تيجي من بكره يلا معي، لو بغيتي تمشي من غدا يلا معي. المشكله ما اقدر بكره لانه بكره بيكون عندي شغل هنا في الموسم في كاس العالم. انا بسطتها لك، لو تكلمت باللغه العربيه مو راح تفهمني. هلا هذا هو المشكل. يلا خلينا نتكلم بالعربيه الفصحى ولا العربيه الجديده؟ لا باللغه العربيه. طيب اسمع الدارجه المغربيه. انا الان عندي سؤال. انت كيف ما عندك يا جماعه؟ تدرون الياس ما عنده جوال واتساب؟ انت كيف ما عندك واتساب؟ انا اتكلم مع ارسل يرد علي اخوه، والله يرد علي اخوه. هو ما عنده جوال، ما عنده واتساب، جاي مع اوبر، انا ما اعرف هو جاي مش جاي، قاعد اكلم اخوه واخوه يقول ما ادري وين احنا. انت كيف ما معك جوال؟ اول سؤال هذا. جوال بستعمله بالليل. ايوه اخليها الشألو، فهمتي؟ يعني فهمت، بالشألو بحاول الشألو. يعني تبعد عن الجوال بعدين تشتاق له. بالشألو. طيب ليش ما عندك رقم خاص فيك؟ رقم انت الان اذا تبي تكلم مثلا الوالده الله يخليها من عند امين يا رب. هي والوالد والاخوه. امين. بكلمها من عند اخي. هذا ابني طيب تبغى تكلم صاحبك؟ ما عندي اصحاب كثير. كيف هذول كلهم مين؟ هادو نفس اخي، فهمت؟ هادو معي ليش اكلمهم؟ الحين هؤلاء كلهم جو من المغرب. هؤلاء. طيب عشان ابسط انا الكلام، هذول جو كلهم من المغرب. هادو كلكم من المغرب؟ ما في احد من السعوديه؟ في اخي وفي اخي الكبير واخي الصغير، وفي صديقي اشرف، في صديقي كريم، في صديقي ياسين، في صديقي مهدي. كلهم من المغرب جو؟ نعم. ما في احد في السعوديه كان قبل؟ لا. اوكي خليني ارفع لكم الصوت. الياس صوت ممتاز. حسيت طيب. في قلبي الصوت ممتاز. الياس سؤال الان، خلينا نسولف معك. اول حاجه انت اول مره تجي السعوديه. نعم. ايش كان انطباعك الاول؟ كيف شفت السعوديه؟ الشعب جميل. حلو. شعب حلو. الشعب حلو كثير. ما شاء الله، من تطور الى تطور الحمد لله. بفضل الله. البنيه التحتيه جد جميله. حلو. اكيد لك. ممتاز. جميل. هل قابلت اشخاص عرفوك في المطار في الفندق؟ نعم. في صح؟ نعم. طيب حتى في المغرب كنت ايش يعني بتلاقى انا. انت بالمغرب مره معروف، بس في السعوديه انا اقصد يعني انت اول مره تجي السعوديه. لا عشان كينجز ليج. طيب اذا صار الكينجز ليج الان بدا، انت بتيجي هنا ولا من المغرب؟ لا والله راح يجي هنا عشان احب اللقب. انت تبغى اللقب. طيب اسمع، انا ابغى اخذ منك نادر. نادر هو انا مو راح يبغى. ليش؟ لانه مغربي. بس هو يلعب في اسبانيا، ولكن عنده جنسيه مغربيه. بس انه يلعب في فريق اسباني، ليش ما لعب طيب البطوله الاخيره؟ بيلعب في فريق مو في يعني. شوف، بلدك عاوزك يا ميدو. بس لو بلدك عاوزاك يا ميدو كان جاك حكيمي المغرب يلعب مع حكيمي افريقيا موقع مع فريق. نادر موقع معي. لا مش معك، لاني راح اكسر له عقده.
شوف هو لو حب هو والله راح يبغي يجي يلعب معي. ان شاء الله. يعني انا جاني عرض مقدم مثلا من فريق اس اكس بي، وعرض من الياس قدم $، اس اكس بي قدم $5، اروح لمين؟ $100. $100. ايوه تروح للاكثر. ولكن هي مش ماشيه كذا. ايه هذه عطنا القهوه. هو بيحب طيب الياس يا جماعه يقول انه ما يشرب قهوه عربيه، ليه يا الياس؟ لا انا ما بشرب يعني الكافي؟ طيب شاهي انام بصعوبه. طيب الشاهي تشرب شاهي؟ اشرب كولا. كوكا كولا خلاص، كوكا كولا. الياس ياخذ كوكا كولا بس. سامحونا. نكمل. نادية أيوه. راح يلعب معي. طيب وانا اتصلت الامس حتى فؤاد خلاص مفاجأة. اسكت. نخلي مفاجأة. لا تعلم عشان الناس هنا بعدين يعرفون الافرقه. خلي تشكيلتك عندك عشان ما حد يعرف ياخذون بعدين منك. خلي طيب مفاجأة. وتكلمت مع شخص آخر، هذا بطل العالم في الواحد ضد واحد. ايوه هذا مفاجأة. يعني انت عندك لعيبه الان ابطال يعتبرون. انت مبسوط اشوفك يعني المره هذه والله. الثقه عاليه. والله مبسوط. الله يجعله دايم. طيب السؤال الثاني، انت قلت انه اول مره تجي السعوديه. نعم. طيب انت قبل شوي دخلت القصر وشفت المكان والتجهيز والامور هذا. ايش رايك اسوي لك غرفه هنا، تعمل بث من هنا، تسوي المقاطع حقتك من هنا، تجهيز من هنا، وتحط السيت اب حقك عندنا في القصر؟ والله شرف لي حبيبي. ولكن انا راح اروح مالطا. ايش مالطا؟ جات ما بين تونس وايطاليا. مدينه مالطا؟ لا دولة. دولة مالطا. دولة. يعني انت بتسكن ولا وش بتسوي؟ راح اروح واعمل سيت اب هناك وابقى. بس والله شرف لي حبيبي والله. شرف لي يا جماعه ماني مزوط له يا جماعه. عظيم، شيء عظيم يا اخي. هم هنا هذول الناس معفنين يقولون سووا الياس زط. اما هو طيب يعني مثلا انا الحين ابغى اقول لك الياس تبغى تاكل شيء؟ لا. يعني مثلا شو زت بشرح لك. يعني الحين انت عندك اخوك صح؟ اثنين ولكن الاخرين. طيب كم عنده اصحابي؟ لا ايش من سن؟ عندي حمزه اخي الكبير وادم اخي الصغير. حلو. الزط هذه ايش فكرتها؟ ايش تعني زط؟ اذا انا اتكلم مع شخص، انا اتكلم مع الياس وانا قلت كلام غير مفهوم للشخص، الشخص ايش بيجاوب؟ بيقول ها ايش؟ فهمت؟ اذا انت قلت ها او ايش، يعني انت ما تعرف ايش اللي انا ابغى اقول لك اياه، تقول لي زط. فهمت. يعني خلينا نسوي مثال الان. عشان من زط. لا انت تقول ها. فهمت ولا اشرح مره ثانيه؟ اشرح مره. يعني عبد الله تعال خلينا نطبق عليك المثال. تعال يا عبد الله. خلينا نطبق المثال. انا بتكلم مع عبد الله الان. عبد الله سلم من ايش؟ ها زط كذا. فهمت. يلا سويها معي. يلا. انت قول لي. والله ما فهمت. والله ما فهمت. كنسلنا الشرح. غيرناها. غيروها. اعطيك سؤال. يلا عطني سؤال. مين احسن لاعب في تاريخ الكرة السعودية بالنسبة لك؟ حاليا سالم الدوسري. اكيد سالم الدوسري. وبالماضي قصدك هو الان هو الماضي؟ الكل ككل. والله ابى استمر وبقول سالم الدوسري، لانه سالم الدوسري الان قاعد يواجه لاعبين بروفيشنال بزياده، وهو اللي يقودهم. هو اللي يقود يعتبر. فانا من رايي سالم الدوسري صراحه في الماضي او الان. انت مين ترى؟ محمد نور. والثاني مالك معاد، والثالث نايف هزازي وياسر القحطاني. انت قديم مره تحديثا. نعم انا سالم الدوسري والله حاطه في مصر. انت قابلت ياسر القحطاني صح في فرنسا؟ لا كنت حاب. والله ما قابلته. ترى جاء معاي المباراه حقتي وشات البلنتي. والله كنت حاب اشوف. ان شاء الله نعوضك اذا جاء هنا. بس محمد نور، يعني انت تشوف محمد نور هو افضل لاعب سعودي؟ نعم. طيب بالعالم؟ في التاريخ بالعالم؟ بالتاريخ. ميسي. طيب يا جماعه اللي ما يدري، ترى الياس كان لاعب كوره صح؟ كنت لاعب كوره فاشل. لا تقول انت انك افضل من بوسكيت. لا كنت العب زي بوسكيت. ولكن لو رآني جوارديولا كما رأى بوسكيتس يختارني. والله العظيم، لأنه هو كان شافه في الفئات الصغيرة. يعني جوارديولا فئة ايش؟
في الفئات الصغرى كان قناص. طيب ايش اللي خلى الموهبه هذه ما تتكمل؟ يعني ما تكمل ما تصير؟ ليش ما صرت لاعب كوره؟ ما جاك عرض؟ والله انا ما عرفت. لاني كنت حاب العب وكنت بلعب. طيب يعني الياس، انت تلعب جراند صح في البثوث؟ انت تلعب انت تلعب جراند فيفا جي تي اي تلعب انا اشوفك في البث تلعب جي تي اي صح؟ بلعبها مع طيب. مع صديقي فودكا، مع درايه. صديقك مين؟ صديقي فودكا. فودكا صديقك؟ فودكا هذا ستريمر رقم 1 طيب. في المغرب. ليش ما تجون معنا سيرفر ميستري تاون؟ والله تنبسط، والله تنبسط اقسم بالله. لانه حتى هم عندهم سيرفر. تعالوا سيرفر حقنا احنا. والله شوف انا اقول والله انت بتنبسط واصدقائك بينبسطون. ليش؟ قول لي ليش؟ لانه شفت السب. لا مشكله. لا ما طيب هو لانه السيرفر اللي احنا نلعب فيه يعني 80% من اللاعبين ستريمرز ويوتيوبرز، فيعرفون يصنعون محتوى. انت تفهم ايش انا اقول؟ فاهم. فانت بتكون اريحيه معاك. خلاص انا بقدر اسوي محتوى على راحتي، الاجواء مهيئه. نعمل شرطه نعمل بارتي. تكون شخصيه واحده. لا عادي تقدر تسوي اكثر من شخصيه. لا انا في جي تي احب شخصيه واحده. يعني بس عندك شخصيه. كاني اسوي شخصيه، هذه شخصيتي. كاني لما ادخل جي تي شخصيه واحده. يعني انت تسوي طيب شخصيتك نفس شخصيه الياس في الحقيقه ولا لا؟ لا تكون مغايره. ببي او اكون شرطي. ايوه فهمش في اللعبه. في جي تي مش في... طيب وعلى طاري فهمش، الحين انا اللي واحد من اصدقائي بالمغرب يقول اذا قلت الله يعطيك العافيه يعني ربي يدخلك النار. لا ربي لا هو يقول لي والله هو يقول لي كذا. لا والله يعطيك النار يعني الله يعطيك العافيه. انا اللي اعرفه كذا. انا سامع. بس هل هذا هو المعنى؟ لا والله المغاربه احسن شعب. اي والله ونعم. بس انا قصدي عشان انا بكره اذا رحت المغرب انا اخاف. بكره يمكن يعني بكره في المستقبل راح تيجي عندي القصر ان شاء انت جبتني قصر. ايوه بيجي القصر عندك والله راح تيجي قصر باذن الله تعال. القصر الكبير هذا مدينه في المغرب. ايش اسمها القصر الكبير؟ مدينه في المغرب ما فهمتها. ايش هناك موجود؟ في كل شيء. اول شيء الناس كرماء. والله ونعم. اول شيء والله ونعم باهل المغرب. احمد اسال الياس ليش يلبس نظاره؟ اقول لك. قل لي. لاني لما كنت حاب ادخل العالم الانترنت. اقول لك. قل لي. اخذت الفكره من شيخ كشك. شيخ كشك الله يرحمه. الله يرحمه. هو قال لك ادخل بنظاره؟ لا. وشو؟ لانه هو كان يلبس نظاره. لا. الفكره لانه هو لما خرج الكاسيت اللي يتعمل في السجاله السي دي. لا هو كيش كان في زمن السي دي. الكاسيت كاسيت يعني لما خرج الكاسيت تكلم في جميع الفنانين المصريين. هو تكلم. نعم كان يدعو وكان ينتقدهم. والنظاره ايش علاقتها؟ كيش حتى يعني. انا عملت نظاره وخدت فكرته وخلاص يعني اصبحت هذه هويتك بالنظاره. بدات اي شخص هل الناس قد شافوا شكلك بدون نظاره؟ لا مستحيل. حتى الحلقه الاخيره والله. حتى الحلقه الاخيره يعني لو اشيل النظاره الحين انا والله راح سيطات والقصر راح ينحرق القصر. اشيل النظاره يا جماعه اشيل النظاره منه. لا احنا عندنا واحد في شخص احنا عندنا في السعوديه نفسك اسمه فيحان حبيبي. تعرف فيحان؟ بعرف. والله ما يعرفه. فيحان وما يشيل النظاره لدرجه انه جاله شخص قال له بعطيك مليون ريال شيل النظاره. قال لا ما ابغى. هو يعني هذا مهندس كبير فيحان ما شاء الله. اي من الناس من الناس الكويسين ان شاء الله. ما شاء الله. حتى انا طيب. يعطوني انت يعطونك مليون ما تشيل النظاره. لا ما اشيل. طيب ادراري يعني ايش؟ يعني اصدقاء صح؟ الدراري الشباب. في حاجه نبغاك توعدنا المره الجايه نسويها. ابغى الفرقه الوطنيه. نبغاها في الرياض. لا راح تكون. انا ابغى استاجرها منك. لا
هذوك ابناء حتيتي باخذهم بس عبد في الغفور مباراة وحمزة. واحدة لا والله مباراة واحدة اقسم بالله، واحدة مباراة بس، مباراة واحدة. قول لهم انا والله بس مباراة واحدة. ومع أصلا راح يجوا معي ايوه هون. ابغاهم بس مباراة. ولكن المباراة الافتتاحية اي عادي، اي مباراة انت اعطيني اياهم بس يوم واحد مباراة واحدة، وانا اقول لك شكرا يا شيخ ابوس راسك. لا شوف راسي راح أعطيك والله مباراتين. شكرا. والله مباراة أنا كلموني الصبح. ايش عندك خطة يا مصطفى؟ أصبح مدرب كرة القدم. هذه خطة تصير مدرب؟ نعم. طيب بسألك سؤال بتجاوب بصدق الحين. والله هذه صدق. لا الحين سؤال ثاني. هذه ما عجبتك؟ هذه ما عجبتني. والله راح أصبح مدرب. وين تدرب مين؟ بتدرب فريقك؟ أبتدئ لأنه صديقي رضوان الحيمر هذا أسطورة مدربين ايوه في المغرب هو اللي قال هذه. تبي تصير مدرب؟ من هون حوالي سنتين. بتدرب مين؟ نادي مثلا نادي الشباب السعودي، نادي الرجاء البيضاوي. طيب ليش ما تدرب بالنادي حقك؟ لا طيب أنا مدرب. طيب اسمع يا اخي، نسيت كنت بسألك انا، اعوذ بالله من الشيطان. مين صدق هذه ها؟ والله مين اكثر فريق خايف منه في البطولة الكينجز ليج؟ فريقك. ومن غير فريقي مين تبي تتوقع كذا انه ممكن يكون يعني يهددنا؟ لا ما في احد شايل همه؟ والله ما في. انت ما شايل همك حبيبي، فريقك ما شايل همه. الله يطول بالك. الله يطول. والله الوعد بعد شهر ونص. العود الوعد بعد شهر ونص. طيب كيف تشوف اللهجة السعودية؟ هل هي مفهومة؟ مفهومة. سهلة؟ نعم سهلة. طيب هل في كلمة كذا انت استغربت منها؟ يعني شيء قلت ايش يعني هذه؟ لا والله كل شيء مفهوم الا الزبط. بالضبط. هذه هي اللي نبي مترجم. خلاص انا من المغرب، في ناس من المغرب يقولوا مو فاهمين. صار مشكلة. ايش يعني؟ اشرح بالمغرب ايش قاعدين نسوي. الدراري كي دايرين نتوما بخير؟ انا راه مرتاح هنا، وغدا ان شاء الله غنمشي وغنسافر للصويرة 5 ايام، وراها غنمشي لمالطا وغنستقر تما. ايش استقر؟ اخر وحده راح مستقر. هذه سهلة. استقر هنا، استقر في بالما، شو اسمها؟ طالما مالطا. على طاري الحرية، انت عندك عندي مقابلتين. عندك مقابلتين في مع مين؟ تبي نتكلم عنها ولا لا؟ نتكلم. انت في مرتين، المرة الثانية او 3 ما ادري عاد انا كم مرة انسجنت فيها. 3 تسجلت 3 مرات. نعم. اخر مرة كانت قبل يا ربي السلام. 2 مرة. 2 فقط. الثانية كانت قبل أول مباراة للفريق حقك طالع. نعم. إيش السالفة؟ كان حرف ترجم فمي أنا ما غلط. شخص مثلا شخص طلع معي في الوجه وسبني. وسبك. أنا دييغو سيميوني أتلتيكو مدريد، أنا بدافع عن نفسي. أيوة ورديت عليه. أنت رديت عليه؟ ويا ريتني ما رديت. أوه طيب كم جلست المدة؟ كما نادم عليها. نادم. غير الوالدين أيوة. والخوت. صح. اما انا بالنسبه لي اسمها حريه. ايش يعني؟ بالنسبه لهذا المستوى اللي وصلت ليه. ايه. السجن حريه. السجن حريه. بالنسبه لك يعني بالنسبه لحياتي. يعني انت كنت وقتها غير نادم؟ لا مش غير نادم. كنت بستمتع بس افكر في الوالده في الوالد. يعني زعلان عشان اهلك انك رحت بعيد. نعم ولكن اوكي. حريتي. طيب وجدت حريتي. انت يوم طلعت، اول ما طلعت انت على طول شاركت في البطوله؟ لا لاني كنت مواعد اخي جيرات بيك. طيب كيف كان شعورك يوم طلعت وقتها والبطوله بدات؟ ما كان في شعور. ليه؟ لازم نقعد مع بعض عشان تعرف شخصيتي. والله يعني انا في حاجه انصدمت منها ابى اقول لك. انا اي شيء عندي عادي. مثلا الامس لما كنا في اجيت الغرفه عادي ما صار شيء. يعني مروق اسمها عندنا. مرت. طيب انا في حاجه استغربتها يوم قابلتك اول مره في فرنسا. انت كنت مره يعني مستحي. تعرف يعني مستحي؟ يعني خجلان حشمان. إيه كذا خجلان ومؤدب، بس في البث كنت مجنون. حتى هنا في السعودية. في السعودية كنت يعني في ميانة. تعرف ايش يعني ميانة؟ أنا لازم حدودي. أنا أقول لك كلمة. أيوه.
انا بيتراقب من المخابرات الجزائريه. اوه هذا تصريح والله لا في السعوديه مرتاح. ايوه في فرنسا كنت خايف لدرجه ما. اوكي يعني انت الاضواء عليك، يعني في كذا ناس. لا مش في ناس، المخابرات الجزائريه اما الشعب الجزائري تحبه ولكن المخابرات يحاولوا يوقفون. الله يحميك ويحمينا كلنا. قول امين. امين يا رب العباد. انت خلصت لاعبينك ولا باقي؟ لا خالصين بنسبة كم؟ 10% 100%؟ شوف لاعبيني والله العظيم اقسم بالله ما بيحب، لو ما بعطيهم فلوس يقولوا لي اوكي. يعني يحبونك. لا يلعبوا بالدم. يحبوا المغرب. يحبوا المغرب ما يحب، ولكن في هالبطولة راح ياخذوا فلوس. طيب هل في لاعبين غير المغرب؟ من غير المغرب جبتهم بالفريق حقك؟ هذا موضوع حاب اتكلم معك فيه، كنت راح اقوله البارح ونسيته، كنت غنقوله البارح ونسيته. لا نقول الحين. نولي ندير اعمل ترجمة. ايوه عشان الناس. ايوه قول موضوع توعدني. ايوه عاد شيء شويه قدم لي شغل لي اهداف نايف هزازي اللي بالراس مش دابا حتى نحكي. يلا قلت لك البارح كنت راح اقول هذه البطوله عربيه. نعم ما نجيب اجنبي. انت تبغى تخلي انت فريقك سعودي تجيب لاعبين سعوديين. عبسي اردن، مايلكو اردن، ايه جميع الشباب. يعني انت تبغى تخلي ايوه شيء دربحة مش سعودي. دربحة سعودي. لا دربحة مش سعودي، كويتي. لبناني. دربحة سعودي لبناني بس ساكن بالسعودية. دربحة يجيب لاعبين لبنانيين. يعني كل واحد يجيب من الدولة حقته. بس تدري ايش المشكلة كذا؟ ارن بيكي اقول لا اصبر. المشكلة وين المشكلة؟ انه بيخلصون اللاعبين. يعني في كثير من السعودية عندي، المغرب ما في الا انت واحد. اللي كنت حاب تعملوا معي على النادير اعملوا معاهم، اعملوا مع بعض واعمل معاك. نعم نعمل كلنا. ما يكون لاعب اجنبي نجي يعني الان، يعني مثلا مثال الان نادر ما يتكلم عربي. نادر عنده جنسية مغربية، ما يتكلم عربي ويلعب عربي. والله ما يتكلم عربي. لا والله يتكلم عربي بس يعني مو مرة، يعني يعرف سلام عليكم. جنسيته مغربية بس يلعب بالدوري الاسباني في فريق. انا منتخب ابوه. ليش ما لعب طيب معاك في شو اسمه في افريقيا؟ انا ما حبيت. انت اللي ما حبيت. انا اللي ما حبيت. تعال ابراهيم. هذا ابراهيم. شوف تعال ابراهيم معاي فريق ال6 بي. شو اخبارك؟ زينه؟ والله تمام؟ والله يعطيك الصحة. تمام حبيبي. اسمع، يقول الياس انه يبغى يخلي كل واحد يجيب من الدولة حقته اللاعبين. يعني اللي من الكويت يجيب من الكويت، اللي من الاردن يجيب من الاردن، اللي من مصر يجيب من مصر، كذا يبغى هو يقول. المنتخب الفرنسي حقك كأس العالم 2018 ولا لاعب فرنسي؟ صح منتخب فرنسا. طيب منتخب بس عاشوا في فرنسا. فرنسا بس هم جنسياتهم الأصلية وش هي؟ هذوك عاشوا في فرنسا. زيدان جنسيته الأساسية جزائري. زيدان صديقي. بس انه مو فرنسي اصلا. ولكن عاش في فرنسا، لانه لو بقى في الجزائر ما كان راح يكون. اذا بنسوي النظام هذا انت ممنوع تاخذ لاعبين لعبوا في الدوري الفرنسي في الاسباني، تاخذ لاعبين من المغرب لعبوا في المغرب. صح ولا مو صح؟ المفروض كذا صح؟ يلا نقطة ثانية لا يلا. لا طيب. بعلمك شيء. الحين الهلال وصل ربع نهائي كاس العالم ما شاء الله. الانجاز باسم سافيتش وليوناردو. بونو الاول. بس الفريق وشو؟ فريق الهلال. فريق ايش؟ من وين الفريق؟ فريق من وين؟ من السعودية. العقلية وش العقلية تدير الفريق؟ خلاص. صح ولا مو صح؟ بس إذا بنسوي الاتفاق هذا ممنوع، ما في نادر، ما فيه مبارك بوصوفة. شو اسمه هذاك اللي لعب في دوري الصالات شعراوي. هو حاط لي عينك حتى هو حاط. يا عيال شو اسمه الياس خايف اني اخذ لاعبينا. شو اسمه؟ الياس خايف اني اخذ اللاعبين حقينا. طيب انا نقطة ثانية يا احمد. ما شاء الله هم وصلوا نص النهائي كاس العالم. صح. مين كان معهم؟ والله العظيم اقسم بالله انه يوم وصلت نصف النهائي في كاس العالم اني حزنت
على خروجكم، اكثر من حزني على خروجي. انا بكيت. اي صح، انت اذكر بكيت. كيس كثير. انتوا سويتوا حاجه كنت مرعبه. ببكي في الفوز وببكي في الخساره. بس يعني انت كنت حتى وانت تبكي رايق، انت كنت ترقص في نص. انت كيف كنت ترقص في نصف نهائي يا مسلم؟ ما تتوتر؟ لا وشلون؟ خلينا في الموضوع. انت لو جبت 3 لاعبين إيه. راح تجيبهم برازيليين. لا انا شو بسوي؟ انا ابى ابحث. خليني تبي اقول لك اتكلم صدق؟ واتكلم صدق. والله اتكلم معك. تسلم علي. حبيبي اسمع، غدا عندي الطائره، انا سعيد. ساعة واحدة. أنا إيش المشكلة معاي؟ اللاعبين السعوديين اللي موجودين هنا الكويسين المحترفين موقعين مع أفرقة مع أندية ممتاز. الأندية هنا إيش تقول لهم؟ تقول لن تشارك مع فريق، لن تسير وحدك مع إلياس. فهمت؟ أيوة. موقعين. فأنا ما أقدر أجيب الكويسين. انت قلت 3 لاعبين. فهمت؟ ما اقدر. فلو اقدر اقسم بالله لو اقدر كان جبت لاعبين يعني على مستوى عالي، اخذ راحتي. يمكن انتم في المغرب الوضع يعني اريح شوي. مين بيدعمك؟ انا ادعم نفسي بنفسي. انا ما اقدر. انت ما تقدر ايش؟ انا راح تدعمني ان شاء الله الجامعه الملكيه المغربيه. اوه، هذا تصريح صدق؟ لا ما قالوا لي، ولكن انا ان شاء الله عندي احساس معلوم. الله يوفقك. لان السيد فوزي القجاع رئيس الجامعه المغربيه كانت الكره المغربيه هون صعدها الى اعلى مستوى. لا مش سقف، الى السقف. بيحب الكره. لو قلت له مو راح يقول لي لا، انا مش بتكلم معه ولا بتكلم معي. طيب. هو شخص كبير، ولكن ان شاء الله. طيب انا تدري ايش المشكله؟ انت تعرف انه انا دافع في المباريات الماضيه مبالغ بالملايين. عارف والله خسران خساره كبيره جدا. اقول لك انا انت تتوقع 5000 ريال؟ 0 درهم. يا عيال 0 درهم وصل نصف نهائي. ما شاء الله 0 درهم. تدري ايش حتى في فرنسا 0 درهم. ما شاء الله والله. كيف جبت عصام الراقي ومبارك ابو بصوفه وفؤاد عمراني نادر؟ كيف جبتهم ببلاش؟ بالمجان. لا تكذب. والله انا ما عندي. انا عندي ولكن مو عندي. ايش قاعد تقول انت؟ انا عندي فلوس ها ولكن مو عندي. انت عندك فلوس بس ما عندك. بس ما عندي. انا ما اقدر يعني قصدك ان عندك فلوس بس ما تبغى تعطي يعني توزع الفلوس؟ لا عشان وزعنا. جمعيه. ليش راح اوزع؟ ايوه. انا امثل المغرب. اقول لك حاجه، انا كانوا عندي في الناشونال في المنتخبات كان عندي 6 لاعبين. شفت ال6 اللاعبين اللي كنت انا ابغى احطهم بالتشكيله ما قدروا انهم يجون ايطاليا بسبب التاشيره. بس الفريق اللي كان عندك في باريس. في باريس؟ انا في باريس. ايوه حلو. كان قوي. ايوه كان حلو قوي. يعني ما عرفت انا كيف. بس خساره موجعه كانت. انا ما خسرت ولا ريال وانت شوف. لا تقهرني في نفسي. لا تقهرني. نفس الهزائم. اي والله. الله راح افوز ان شاء الله. هنا في الرياض انزل بالكاس. بس اسمع، ترى اذا بتفوز في الرياض قربت من الفوز راح اكسر لاعبينك. راح تفرح لي. راح افرح بكسر لاعبينك. لا انت تحسب اني ما بكسر لاعبينك؟ انا بيفوزي انا يا دربحه، ما في حد يفوز ثاني. هذا تهديد. ايوه بكسر لاعبينك، مستحيل اخليك تفوز. ان شاء الله حبيب راح افوز ان شاء الله. نشوف مصر خطيرين. مصر خطيرين. مصر ان شاء الله. هو عشان مصر فريق 2 سعوديه 2 اردن 1 المغرب، صح؟ باقي 1 بعد زياده اللي هو نزيدوا فريق في المغرب. ايوه نزيدوا. مين عندكم في المغرب؟ نزيدوا فريق فودكا عنده فريق. لا يعمل فريق ويدفع ولا مثلك 0؟ لا يدفع. يدفع غني. طيب اسمع سؤال، كم تعطي نفسك من 10 بالغناء؟ فهمت السؤال؟ 4.6 على 10 والله العظيم. كذاب انت. لا والله هذا يجمع فلوس. كيك يعطونا ذهب. كيك فضحنا. يسوي نفسه فقير. لا شوف انا راح اقول كلمه من القلب. في 6% من اي شعب عربي لما تعمل فلوس ما يبقوا يحبوك ويبدوا ينتقدوك. عكس الغرب يحبون الغرب. انت لما تعمل فلوس ومن الصفر كلهم قدوه. صح. انا قلت كافح. 6% من الشعوب العربيه
الغرب تفكير مختلف. مختلف. نعم. بياخذوك قدوه، كياخذوك قدوه ماشي بحال هكا. طيب لو تختار لاعب من اللي كانوا معي وانا اختار، يلا انت ابدا. انا راح اجيب 3 لاعبين والله العظيم، مش اقسم بالله مش راح اجيب ولا لاعب اجنبي، اجيب الكل المغاربه. نادير لو حب يمثل وطنه، ورساله لنادير. نادير بلدك عايزاك يا نادير، بلدك عايزاك يا نادير، بلدك عايزاك يا نادير. والله اذا بتبي تمثل طيب كلهم خلاص، لا تاخذ من الدوريات الثانيه، خذ من الدوري المغربي. المنتخب المغربي في كره الصالات من افضل الافرقه بالعالم. انا راح اتكلم مع سيد محترم، اسطوره تدريب داخل القاعه، سيد كيك. ايش؟ سيد كيك، ايوه اسمه سيد كيك. سيد كيك اسطوره. أيه. هو اللي وصل المنتخب كم مره كاس العالم، فينال، نهائي كاس افريقيا. لو كان ممكن يعطيني 3 لاعبين او 10 عشان ان شاء الله يمثلون المغرب ان شاء الله يا رب. والله كل التوفيق لك. انا اغبطك. ايش تعرف ايش معنات اغبطك؟ زعما غتزمطني، لا وش يعني زمطني؟ زعما غادي بحال اللي غتربحني ب4-0. ايوه بالضبط. انت ايش تقول الحين؟ اغبطك عندي صوره حلوه، ها اوريها لك. وري هذه على اساس 4-0. شوف. يقول عنده صوره يبي يوريني اياها بس ما ادري ايش. صورتين في صورتين من مباراة كاس افريقيا. شوف مباراة كأس أفريقيا. شوف. هنا طيب اعطيني انا اعطيني وري النتيجة كم كانت. شفت 4-0. ما بين. شوف حاول تشعل اللمبة. شعلت 4-0. أرى أوريك بعدين. هذا مين هذا طيب 4-0؟ هذا برازيل؟ منتخب أنغولا ومالي. أنغولا كانت فايزة في كأس إفريقيا على مالي في الدقيقة 77. ركز اشوف النتيجة. ركز. 77 الدقيقة 4-0 لأنغوليا. كأس إفريقيا 2012. اي شجعت في الجزائر. أنغولا أنغولا 4-0. اي حلو 77. تعال شوف هلا. وريهم. قلبوها. شوف كم دقيقة. دقيقة 94 صارت 4-4 للتاريخ، والحمد لله تفرجت عليه مباشرة. اي بس هذا ايش دخل في موضوعنا؟ أنا منتخب مالي راح انت بتاخذ منتخب مالي؟ لا أنا راح انتقل 4-0 راح أقلبها. طيب هو حدث مواضيع في بعض عشوائية. طيب انا ايش كنت اسالك نسيت والله يا جماعة. الدعية احنا لو بيدي وفي عزة اجيبها عندي حارس اقسم بالله. عندي لك خبر حلو. تيك توك. ايوه الناس من الجامعة الملكية المغربية مباشرة هلا عرضوك بافتتاح ملعب الأمير مولاي عبد الله. اتشرف والله اتشرف وشرف لي. هذا أكبر ملعب في المغرب راح يفتح. والله اتشرف وباذن الله اني راح اجي المغرب واقابلك واسلم عليكم كلكم. راح احنا التاريخ ما زال معنا. ايوه ما اعلنوا عن التاريخ، ولكن ان شاء الله اي شيء وعد لا احاول وباذن الله اني اكون موجود. تمام. وعد باذن الله، لانه اكبر ملعب في افريقيا. والله اتشرف باذن الله. يقول انه عازمني على افتتاح ملعب بيصير اكبر ملعب بافريقيا في المغرب، صح؟ في المغرب. باي دوله؟ باي مدينه؟ الرباط العاصمه. انت وين ساكن؟ انا ساكن بمدينه الجديده، اجمل مدينه في المغرب. ايش اسمها؟ مدينه الجديده كذا اسمها الجديده. نعم. اوكي. لانها كانت محتله لنا البرتغال في تلك المدينه. ولما رحلوهم دمروها. البرتغاليين دمروها. وبعدين بناوها. وكانت اسمها المهدومه. يعني اتهدمت لانها كلها انهدمت. هذه مدينه. وبعدين صارت الجديده. بعدين مازاغون. مدينه مازاغا. بعدين الجديده. تغيرت 3 اسماء: المهدومه، مازاغا، الجديده. مازاغا الجديده. فانا اغبط انه عندك الجرينتا في المغرب، اللاعبين، فهمت؟ هنا ماذا يفكر؟ مثلا هنالك جزء يفكر بتمثيل الوطن، جزء لا يتجزأ، وجزء اخر يريد المال. لا ما بحب اللي يريد المال يا اخي. المال سياتي. شوف
لازم يكون عندك، نعم. ولكن عادي بالمنطق وليس بالمبالغه. يا عيال الان بناخذكم معانا تحت للاكل. ولكن راح نمشي لابسين اللبس. طيب الياس يا جماعه جايب حاجه، ثواني خليني اوريها. يقول يبغى الله على المطعم المغربي. يا سلام يا سلام. خلينا نشوف هذا الطربوش. هذا مغربي. طيب حلو. لا حاشاك هذا طق. طيب تبغى نلبس الان نروح. يا سلام والله جامد. صنع المغربي والله جامد. والعب السكبه يا ابو شارع والله جامد.